قيمه كبيره زي ما بقول في كل مره، لكن هو دلوقتي مش قادر يعمل التحامات، مش قادر يصوب من الخارج، يبقى اخف عنه الضغط واخليه في الجناح هو يخلص لي الكوره. نعم. مع احترامي طبعا لمحمد سند اللي هو برده ما ابتداش، وابتدى بممدوح ممدوح طه. فخلاص احمد الاحمر نبعده عن الالتحامات ونستغل مهاراته في انهاء الكوره، ونخلي موجود حماسه زي ما احنا شفنا انه تاثيره الهجومي كان قوي. نفس الكلام اسلام المفروض يبتدي يلعب مع التيم، ما يبتديش هو اللي يخترق لوحده. نزول مودي يعني هو مش شوتر، يعني هو ما بيعرفش يشوط من بره، هو بيحاول ان هو يخترق برضه، ما اداش افاده. لكن استفاقه احمد استفاقه يحيى الدرع هي دي اللي عملت شويه ان في خط خلفي بيقدر يصوب من الخارج، شاط لنا كورتين ثلاثه قدر ان هو يصوب. لكن زي ما قلت بلال، الرجوع على الفاست بريك يعني بعيدا عن الاخطاء الهجوميه في الهجوم المنظم، لازم الرجوع على الفاست بريك. إيجبرج اللعيب بالجناح الايمن يعتبر من المصابين الجامدين، وتول برينج نفس الكلام اللي احنا بنقول ان هو ده الجناح اللي هو بيجري دايما فاست بريك، لازم يبقى فيه واحد رجوع معاه، خاصه الباك رايت اللي هو حماسه المفروض هو اللي يرجع معاه، على اساس انه لغايه دلوقتي احرز 5 اهداف منهم 4 من فاست بريك. ولاحظنا في البدايه سيف ان المنتخب السويدي شك في نفسه في 3 دقائق الاولى، 3 تصويبات خارج المرمى، ومن ثم لم يسدد من بعيد، اصبح يسدد الا من الاجنحه، يعني دخل في لاعبه الاصلي، أراد أن يدخل من محور دفاع مصر، وجد الدفاع قوي، ثم أصبح يلعب على مستوى الأجنحة وهي نقطة قوته الأساسية. أنت قلت شك بلال، احنا حتى في الكواليس شفنا حتى في تحية العلم المنتخب السويدي ظاهر من وجوه اللاعبين مضغوط اكثر من اللازم، ودخلته للمباراه ما كانتش بالشكل اللي تعودنا به على المنتخب السويدي. 3 دقائق و30 ثانيه ما جاب ولا جول، وتاكيدا للكلام. العموم بلال، المنتخب المصري شوف المباراه هذه في الشوط هذا الاول اتضح جليا انه عنده مشكل كبير في الهجوم. انا في حاجه ثانيه جلبت انتباهي في الهجوم المنتخب المصري المركز، يعني ابتدى بالدائره، ما بداش ممدوحاش، ابتدى بالدائره محمد قصير بصراحه. شوف دفاع المنتخب السويدي احسن دفاع الحين موجود، لكنه تمكن من اخذ كره على الدائره، لكن على مستوى الدائره الكرات لم تصل. يعني نلاحظ ان المنتخب السويدي يعني والمنتخبات القويه دائما يكون لاعب دائره ثقيل. في فرنسا سيدريك سورندو، في المانيا هناك فينتشيك، يعني دائما لعب دائره. اليوم في اسبانيا اجينا جالدي، اليوم لعب دائره لا يجب ان يكون على الاقل 1.90 مترين على الاقل. ممدوح ثقيل يلعب في الدوري الفرنسي، له الخبره. انا توقعت يبدا به، وبعدين ما يخسرش تغيير، ممدوح يدافع. انا توقعت يبدا ممدوح، وبعد 16 او 17 دقيقه باش شفنا في ممدوح. على العموم شوف ممكن كما قلت لك المدرب مروان رجب خاف من المنتخب السويدي على اساس فريق اكثر فريق مسجل على الفاست وعلى تصعيد الكره.